السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، ابن الصحراء المغربية النعم ميارة اللي هو أيضا رئيس مجلس المستشارين في المغرب ينتخب رسميا كرئيس لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وحضيرة الجزائر قاطعت التصويت، قاطعت عملية التصويت بسبب أن هذا الشخص هو ابن الصحراء المغربية، وطبيعة الحال هو مغربي ويفتخر بمغربيته، وبالتالي النظام الجزائري خلال عملية التصويت حاولوا العربدة كما العادة بمحاولة إدخال قضية الصحراء المغربية في هذا الملف أو هذا الإجماع أو هذا التصويت. لكن متابعينا الكرام، الصفعة هنا وهو أن لا دولة من الدول الحاضرين التفتت للعربدة ديال النظام الجزائري، فكان يعني على النظام الفقري الكرغولي خلال عملية التصويت مضطرا أن يقاطع وينسحب. وبالتالي متابعينا الكرام، بإجماع الأصوات تم انتخاب رئيس مجلس المستشارين في المغرب كرئيس لبرلمان البحر الأبيض المتوسط. ومن بين المشكل هنا، من بين الدول التي صوتت فلسطين، دولة فلسطين صوتت لصالح المغرب. كتقولوا أنكم تدعمون فلسطين وما إلى ذلك، ها هي فلسطين صوتت لصالح المغرب وصوتت لصالح ابن الصحراء المغربية. كذلك صوتت قطر والإمارات ومصر وموريتانيا والأردن وعدد من الدول الأخرى التي صوتت هي الأخرى لصالح المغرب. فقط الجزائر، فقط حضارة الجزائر هي الوحيدة التي قاطعت التصويت وخرجت منهزمة ومدلولة من هذه العملية. فإذا متابعينا الكرام، المغرب الآن يرأس برلمان البحر الأبيض المتوسط بابن الصحراء المغربية اللي هو النعم ميارة، اللي هو ابن مدينة العيون وأيضا مدينة السمارة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.